يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكن يا صبايا؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا تمام. رجعت لكم بفيديو جديد. خلونا بالبداية نكسب الصلاة على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. خلونا نذكر الله، نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. طمنوني عنكم، شو أخباركم؟ هلا الفيديو المنتظر بالنسبة إلي، وما بعرف إذا بالنسبة إلكم. ايه والله رح نسوي تفريزات رمضان ان شاء الله. طبعا بهذا الفيديو رح نسوي نوعين من التفريزات، وان شاء الله الفيديو الجاي رح كمان نسوي نوعين، يعني 4 أنواع. وهالأربع أنواع الله لا يرويكم قد ايه عذبوني، فرح نشوف التفاصيل إن شاء الله بهذا الفيديو. هلا رح نتبل اليالنجي، الرز يعني. فهون عندي بندورتين مقشرين طبعا، فليفلة وبصل وبقدونس وتوم، دبس رمان، دبس فليفلة، دبس بندورة، وهدول التوابل هلا رح نحطهم. فهلا رح نبلش. طبعا الخضرة ما فرمتها معكم لأنه البصل كتير عم يجي حاد، فما عم أحسن صراحة. طبعا الرز غسلته ونقعته كتير منيح. هذا رح احط توم كله نظريا يعني. رح احط بس فليفلة، كمان دبس بندورة، ورح احط دبس رمان. طبعا اساسي فيه الدبس رمان. رح اخلط بين زيت الحلو وزيت النباتي، لانه زيت الحلو مثل ما بتعرفوا طعمته تقيلة، فما بدنا نغير الطعمة. كمان عندي بهار، 7 بهارات، كمان شوية زنجبيل، فلفل اسود. هلا فيكم تحطوا نعناع فريش وفيكم تحطوا نعناع يابس، فانا رح احط نعناع يابس. طبعا الملح كله على النظر. كمان عندي هون محل ليمون. وبس هي التبلة، يعني كتير سهلة وكتير طيبة. هلا هون مثل ما شفتوا بالبداية قمت عملت اليالنجي. طبعا كمان اليالنجي في له كتير طرق لتبلة الرز، فانتوا كتبوا لي شو التبلة اللي معتمدينها وشو هي اللي بتعملوها. انه انت صار 2 وانا 3 حاجة الأول صار احلى شي هون يا بنات، كنت عم ساوي اليالنجي المساء، يعني تقريبا الساعة 7 المساء، يعني قبل ما يناموا بناتي بساعتين هيك شي. ايه والله فدب فيني الحماس وقلت قومي ساوي. صراحة انا اغلب الشغلات عم ساويها المساء في الليل، يعني عم بنيمن وبعدين بقوم ساوي شغلاتي. إيه لانه بدهم شغل يعني. ليش؟ لانه عم تعملوا كمية، مو انه مثل عم تعملوا ليوم واحد او طبخة وحدة. ايه والله فبدهم شغل نوعا ما. ايه فدب فيني الحماس قلتلكن وقمت ساويتن. بعدين عملت كم وحدة يعني. تقريبا خلصت 3/4 الكمية، وبعدين رحت نيمتهم. طبعا ناموا لحالهم يعني، ورجعت انا كفيت وكملت يعني اللف اليالنجي. هو تقريبا اخذ معي يعني شغله كله مع تبلة الرز، مع هيك كمان سلقته يعني شوي بالمي كرمال يروح عنه الملح وهالقصص، لانه كتير بيجي مالح. اي والله فاخذ معي ساعتين. هلا انا ما كتير بطول باليالنجي وبالسمبوسك والششبرك، بس اكتر شي بطول بالكبة.
يا بنات ما بحكي لكم قد ايه طولت بالكبة، يمكن لو احكي لكم تنصدموا. ايه فكتير طولت، يعني الكبة عملتها على يومين، حرفيا على يومين بدون مبالغة يعني. واليالانجي كمان على يوم، يعني تقريبا هذا الفيديو كنت مساويته على 3 ايام. يعني قلت في وقت تعرفوا بيت وولاد وهيك فواحد بنشغل. طبعا الكبة شرحت بالتفصيل عنها ضمن الفيديو، فما في داعي ارجع اشرح لكم يعني، وهي كتير واضحة وكتير سهلة. طبعا سهلة للشرح بس ما هي سهلة للشغل ابدا. بالنسبة لي كتير صعبة الكبة يعني. انتوا كتبوا لي اذا عندكم الكبه سهله ولا صعبه مثلي. هلا هون عندي قطعت البصل، صراحه ما قطعته معكم لانه كتير يعني دموع ومعاناه، لانه كميه. ايه والله فقلت بخلص بعدين بصور لكم. اول شي رح نقلي البصل، بعدين رح طب اللحمه، نحط شويه زيت بس كرمال يتحرك معنا البصل. طبعا هون عندي كيلو لحمه غنم شايفين، فرح احطها كلياتها. وانا باخذ اللي بدي اياه، واللي بزيد مثلا من الحشوه بعيفه مثلا بحطه ببيت البوز. اذا برمضان بدي اعمل كبه صينيه، كبه مقليه اذا نقصني ايه فبرجع بستعملها، ما بيصير لا شيء. هلا بعد ما دبل معنا البصل شوي، طبعا هو رح يكمل السوى مع اللحمه، فهلا رح احط اللحمه. طبعا اللحمه لسه جمدانه شوي، مع اني صار لي يومين مطالعتها، بس هي هيك مجمعه بعضها فجمدانه. هلا شوي شوي بتحل. هلا عندي الطواي ما كفيت، ف رح استبدلها بالطنجرة. هلا انا بحب من هلا احط لها البهارات، ما بعرف في ناس بحطوا البهارات بعد ما تتقلى، بس انا بحب من هلا، بحس هيك بتدخل البهارات فيها بصير اطيب. هلا حطيت لها زنجبيل، كمان رح احط لها فلفل اسود نظريا طبعا، وكمان رح احط بهار حلبي او 7 بهارات، وكمان ملح. بس ما بدي شي تاني. طبعا هلا بعد ما تستوي معنا ونطفي عليها بدي احط لها الجوز. مثل ما بتعرفوا يعني الجوز كتير طيب مع الكبة. هلا رح نجهز البرغل، رح ساوي 1.5 كيلو. حطيت كيلو برغل ابيض ونص كيلو برغل اسمر. هلا رح احط لهم شوية زنجبيل لانه رح نحط هبرة، بس هيك شوي. كمان كمون وملح. طبعا البهارات على النظر يعني. وهلا كمان او خليني بالبداية احط المي، بعدين بنحط على الوش البصلة. هلا انا هون عم بستعمل مي عادية، ليش؟ لانه رح اطحنها بالماكينة، يعني ما في داعي تحطوا مي سخنة. بدها كمان مي رح ارجع اعبيلها. هلا رح نرجع نحط لها مي، هو نظريا بتشوفوا ايش قد بدها وايش قد لا. هلا انا امي بتعملها بس بالبرغل الابيض، ما بتحط برغل اصفر، فانتوا كتبوا لي شو بتحطوا من نوعين ولا نوع واحد، فشاركوني. هلا مي بكفي هيك، ونحن وقت بدنا ندير على الماكينه بنزود لها مي كرمال ما تمرق معنا. هلا رح احط البصله. هلا هيك بصل انا بحس انه خلص بكفي وبس، بنعيفها شوي انه تتشرب المي. هلا رح نشوف الطريقه كلها مع بعض. هلا البرغل رح اطحنه وشين، والهبرة رح اطحنها وش واحد. فهلا بالبداية رح نطحن البرغل مرة، وبعدين البرغل والهبرة مرة تانية. كمان يا بنات بهذا الفيديو رح نجاوب على سؤال النبي بفيديو الماضي ان شاء الله، وما بعرف اذا بصح لي بسألكم سؤال جديد لنبي جديد، ما بعرف، هلا بشوف ضمن الفيديو. هلا بعد ما طحنت اول وش، هلا رح اطحنها وش التاني مع الهبرة، بس طبعا بدي شكلها كرمال لو اطحنت تسهل علي يعني. هلا بورجيكم كيف. اول شي رح نزعكها مع الهبرة. هلا جبت صينية
كرمال اشكل فيها سويا اصابع عشان يسهل علي وقت هيك بدي اطحنه. شايفين هيك بنحطه هيك فورا على حاله، اسهل بكتير ما انه تشيله وتحطه. شايفين هيك بيكون منظرهم هيك اصابع يعني. هلا رح نخلص الكميه كلها وبعدين رح نطحنه. هلا بعد ما هيك سويتها هلا رح اطحنها. من هو النبي الملقب بجد العرب؟ هو سيدنا إسماعيل عليه السلام. كثير منكم جاوب صح، فبرافو عليكم. هلا بعد ما خلصت من الكبة طحنتها، هلا رح نحط الجوز على اللحمة. طبعا اللحمة بردت كليا، لبين ما خلصنا الكبة كانت اللحمة باردة. فهلا رح احط الجوز. طبعا الجوز ما حمصته، ما في داعي. واللحمة بما انه بردت فالجوز بيضل هيك له قرشته وما بصير له شي. بس بظن يعني اذا بتكون اللحمة سخنة كتير وحطيته الجوز اذا ماله محمص بحس يعني انه بطرى بقى، ما بعرف، هيك بحس انا. فوالله استنيتها لتبرد بعدين حطيته. على فكرة هاي اللحمة هيك مع الجوز تتاكل يعني بالخبزة قد ما هيك انه طيبة وريحتها كتير طيبة. هلا هيك اللحمة خلطناها مع الجوز، شايفين طلعوا راس براس. هلا بقى بدنا نشكل الكبة. هلا جبت صحن هيك له شوي حد، شايفين كرمال بدي رق عليه العجينة الكبة لاني رح سويها نقراص. وصراحة انا مالي شاطرة ابدا بالتشكيل ايه، فبستعين بالصحن. هلا فتحت كيس الخبز، بعدين بنحط عليه الكبة، بعدين بنرجع بنسكره. هلا رح تشوفوا الخطوات معي. هلا حطيت 4 تقطوعات. هلا رح نحط الكيس فوقهم هيك كرمال الكبة ما تلزق بالصحن، فالكيس بيعزر. هلا بنضغط هيك بالصحن. طبعا انا بحبها رقيقة فبحب رققة، يعني انتو حسب السماكة بتفضلوها. اضغطوا بالصحن، شايفين رقيقة وهيك ومي متشققة. فهي الطريقة كتير كويسة ليلي ما بيعرف يسوي كبة يعني مبتدئ، فانا هيك بعملها. هلا هدول بسووا عندي قرصين ومنكفي على هالطريقة. هلا رح شكل واحد معكم. طبعا المي ضرورية عشان وقت نسكر الطبقة الاولى على الطبقة الثانية بنحط هيك كنارة مي كرمال تسكر. فهلا رح ورجيكم الطريقة. هلا حطيت اللحمة. طبعا اللحمة ما تاخدوها على الكنار كرمال تلزق معنا. هلا رح احط هاي الطبقة. انا حتى قراص يعني ما بعرف شكل، بس يلا شو نساوي مضطرين. هلا هيك على الكنار بنحط شوية مي هيك. هلا بنضل هيك بنشكلها لحتى تصير انه تشوفوها انه هيك يعني الطبقة الاولى والثانية لزقوا ببعض، شايفين. هلا صراحة يا بنات على اساس كان بدي اساوي انه الكمية كلها هيك قراص، بعدين قلت للمقبلات انه انا الكبة رح اسويها مقبلات. ايه والله، فقلت هيك القرص يعني شكله ما كتير انه حلو بالمقبلات وكبير نوعا ما. ايه والله، فقلت ليش ما بجرب ساوي ليمونة. ومع الاسف يعني ما حسنت ساوي ليمونة. ما بعرف، صعبة لانه انا ما كتير بعمل كبة. حتى وقت عم شكلها هيك ايدي كتير تقيلة كتير يعني بدون مبالغة. ايه والله، فكتير كان الموضوع صعب علي. فقلت لها لماما خلص بساويها نص ليمونة. قلت لها شلون بدكم تحسبوها، حسبوها خلص تينة، هلا مثل شكل التين يعني، او نص ليمونة، كيف ما بدكم. إيه، لانه انا كنت المسا عم اشتغل وعم احكي مع امي من تليفون محمود. اخدته قلت يعني بدها وقت كتير وبدها شغل، فقلت بدي اتسلى يعني. فوالله اخدت تليفون محمود صرت احكي مع ماما. ايه والله، وكل ما انه لقطة بدها تصوير صور لكم اياها. وطبعا اشتغلت الكبة عن يومين مثل ما قلت لكم. اول يوم شكلت صينية كاملة، وبعدين قالت لي ماما خلاص بكفي حاجة يعني كملي تاني يوم. فوالله عفتها حطيتها بالبراد الكبة واللحمة. وتاني يوم كمان بالليل نيمت البنات مثل ما قلت لكم كتير بدها شغل. اي والله، وكملتها يعني سويتها تاني يوم. هلا يمكن لغير الناس انه بشوفوها سهلة مثل امي يعني. هلا انا امي عندها الكبة كتير سهلة، وباقي مثلا القصص يعني عندها ياهن انه اصعب. هلا مثلا مثل اليبرق واليالنجي امي كتير بتستصعبهم وما بتساويهم. وحتى مرة عملت يبرق. هلا بدي افضحها لماما. مرة عملت يبرق طولت 4 ساعات.
لأنه ما كتير بتحب تعمل يبرق يعني، ما بتحبه يعني، فبتطول فيه. بينما الكبة يعني فورا بتساويها ما شاء الله، بساعة بتكون خالصة. عكسي تماما، أنا اليبرق واليالنجي بياخدوا معي ساعة، والكبة أخذت معي يومين. يعني كنت تقولوا إذا نحسبها على يومين، أول يوم 3 ساعات وتاني يوم 4 ساعات. والله بدون مبالغة. بس الحمد لله أنجزنا وخلصنا، وكمية منيحة. أنا بظن يعني بتكفيني رمضان كله، لأنه يعني كمية منيحة. وكل يوم بدي أقولي هيك كم قرص، بس إنه هيك كصنف يعني مقبلات. وانتو شاركوني شو بتحطوا مقبلات بالسفرة، يعني بسفرة رمضان. وهلا هون بعد ما جبتت ومسكت كتير منيح، بدي صفتها. هلا طبعا بالتصوير انه حطيت هيك كمية بسيطة، بس انا بعدين طلعت هيك قلت البيت البوز ما حيسع، فوالله صرت احط الصفط امليه كله، وقلت انا وقت بدي باخذ كفايتي وبرجع الصفط. وبس لهون كنت انتهى معنا الفيديو لليوم. بتمنى يكون عجبكم وحبيتوه، وانتظروني بالجزء الثاني. وبس والله، وبأمان الله، سلامات.